4 سنوات دون تتويج، 4 سنوات شهد خلالها محيط الوداد الرياضي مدا وجزرا على مستوى تركيبته البشرية دون لقب، 4 سنوات ندد خلالها الجمهور بغياب فريقه عن البوديوم، وهو الذي يحمل الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولة الوطنية. انتهى موسم 2013-2014 وانتهى معه مشوار الوداد في المركز السادس. طويت الصفحة ولم تطل الحسرة بحثا عن التغيير، والتغيير بدأ مبكرا بجمع عام شهر يونيو الماضي غير من خلاله الواك جلده بانتخاب رئيس جديد اسمه سعيد الناصري، الذي وعد بتوفير كل الظروف المناسبة والعودة للتوهج. احنا ان شاء الله غادي نعملوا من اجل ارجاع الجمهور للمدرجات، الطموحات اللي تتسول عليها وهي طموحات الجماهير وجميع مكونات الوداد، هي طموح ارجاع الوداد الى ما كانت عليه من قبل. وأولى الخطوات كانت التعاقد مع مدرب كبير في شخص الويلزي جون توشاك، الذي ما زال يحمل بصمة تدريبه للملكي العريق ريال مدريد، يحمل في طباعه أيضا روح الانتصار والتتويج. كان طبيعيا إذن أن يعود جمهور الوينرز للمدرجات بعد مقاطعة دامت لأزيد من نصف عمر بطولة الموسم الماضي. رسم لوحات كانت عنوان الإبداع في أبهى صورها، وتنقل بأعداد كبيرة خارج البيضاء. هي عوامل أعطت إشارات واضحة منذ بداية الموسم الحالي على أن الواك مرشح قوي للتتويج. وبلغة الأرقام الفريق احتاج ل5 دورات لجس نبض منافسيها، فتأرجح مركزه بين الأول والثالث والخامس إلى حدود الجولة السادسة التي امتلك فيها زمام الأمور، وانقض على ريادة الترتيب التي لازمها حتى الدورة 29 موعد تتويجه باللقب 18 في تاريخها والأول له في ثوب الاحتراف. يحسب للفريق أيضا أنه خسر في مناسبتين فقط كانتا معا بعيدا عن القواعد أمام كل من أولمبيك آسفي والفتح الرياضي. كانت فقط فترة فراغ مرت بها العناصر الودادية أدخلت الشك حول إمكانية مواصلة البحث عن اللقب. الفريق حقق مقابل ذلك 16 انتصارا، كان أبرزها الفوز في الديربي ورباعية الاستفاقة على حساب الكوكب، وانتصار آخر بميدان الدفاع الجديدي. لكن الأهم يبقى فوز اللقب أمس بأكادير أمام الحسنية بثلاثية استعراضية، ثلاثية حملت كلها توقيع الجابوني ماليكي فونا الذي يحتل بدوره صدارة قائمة الهدافين على بعد جولة واحدة برصيد 16 هدفا. ولنختم بالأرقام أيضا، خط هجوم الوداد سجل 48 هدفا بقيادة الثلاثي المتألق إيفونا والهجهوج وكوني. اللقب إذن أصبح في لائحة التاريخ دون انتظار آخر الجولات، والوداد أصبح على بعد لقبين للبطولة لإضافة نجمة ثانية على قميصها.